أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن مفاوضات تجرى الآن وفقا للمصادر الإعلامية داخل العاصمة السورية دمشق بين الحكومة السورية وتنظيم قسد، خاصة في ظل المؤتمر المفاجئ الذي قام تنظيم قسد بعمله، والذي رأى كثيرون فيه بأنه ضربة لاستقرار البلاد، بأنه محاولة لعمل فتنة جديدة داخل الدولة، بأنه محاولة لعمل نزاعات انفصالية تهدم استقرار الدولة. لذلك ما هي الخيارات الآن المطروحة أمام تركيا وسوريا من أجل تحقيق هدف وحدة أراضي الدولة واستقرارها في ظل سياسات واستراتيجيات هذه التنظيمات؟ مشاهدينا الكرام، أرحب الآن بالسيد فواز المفلح، مدير المنبر الإعلامي والسياسي للحسكة، والذي ينضم إلينا الآن عبر تطبيق الزوم. أهلا وسهلا بحضرتك سيد فواز. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. سيد فواز، المصادر الإعلامية تتحدث عن وجود مفاوضات اليوم بين الحكومة السورية وتنظيم قسد، كيف ترى هذا الخبر؟ السلام عليكم السادة المشاهدين. بعد الفشل الذريع لمؤتمر ما يسمى مكونات شمال وشرق سوريا في تحقيق أهدافه وفي الحصول على ورقة من خلال هذا المؤتمر من أجل تقديمها إلى أمام وزير الخارجية السوري السيد أسعد الشيباني في الاجتماع الذي تم إلغائه من قبل الحكومة السورية في باريس. ما لبث أن قامت بعض المسؤولين في تنظيم البوادي الإرهابي المتمثلة بإلهام أحمد والدار خليل بعد المؤتمر مباشرة وبعد الفشل الذريع في الحسكة بالتواصل مع الحكومة السورية ومع وزارة الخارجية السورية طلبا للقاء، وبأنهم لا ينمون أبدا وليس في هناك نية من أجل اختلاق فتنة أو أنه محاولة لتقسيم سوريا، وأنهم لا يريدون سوريا واحدة موحدة. طبعا هذا الأمر وهذا الكلام المعسول والذي السم الذي يدسونه في العسل لا ينطلي على الخارجية السورية وعلى السيد أسعد الشيباني ولا على السيد الرئيس أحمد الشرع. هم يعرفونهم جيدا ومنذ قبل حتى وصول السيد الرئيس وإلى الحكم في سوريا. فهؤلاء الآن توجهوا يوم أمس إلى دمشق بعد لقاء جمعهم مع الأمريكان في قاعدة الشدادي، حيث أبلغهم ضابط أمريكي رفيع المستوى بأن يذهبوا إلى دمشق وأن يباشروا عملية الاندماج مباشرة دون تأخير، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع منع عمل عسكري سوري وتركي ضدهم أبدا. لذلك عليهم الذهاب تجاه خيار المفاوضات وخيار التسليم وتسليم السلاح وحل أنفسهم والاندماج في كيان الدولة السورية. هم طبعا لا يقتنعون تماما بما تأتيهم من نصائح، وذهابهم إلى دمشق هو أيضا من أجل باب الحصول على مكسب جديد للوقت، الحصول على أمور أخرى في محاولة إشغال الدولة السورية بمفاوضات طويلة لا تنتهي وليس لها نهاية، بالدليل أنه الآن مضى أكثر من 6 أشهر على اتفاق دمشق الذي وقع مع السيد الرئيس أحمد الشرع ووقعه مظلوم عبدي، أنه لغاية اليوم لم ينفذ أي بند من هذه البنود ولم يتم مناقشة آلية تنفيذ أي بند. لغاية اليوم هم يراوغون ويعملون على كسب الوقت وعلى أمل أن يكون هناك تغير ما في الموقف الدولي. أيضا جاء بيان مجلس الأمن رغم أنه أعاد صيغة القرار 2254 بطريقة ما في البيان، لكن البيان كان واضح بأنه سوريا ستكون واحدة موحدة، لا مجال لأن يكون هناك أي تقسيم في سوريا، وأنه الحل الوحيد في سوريا ليس الاستقواء بالسلاح وإنما الذهاب إلى طاولة المفاوضات. هذا كل الأمر هو جاء بمثابة صدمات كبيرة لهم بعد الفشل في الحسكة وبعد استضافتهم لفلول النظام متمثلة بغزال غزال وحكمة الهجري وبخونة حقيقة للدولة السورية يتواصلون مع الكيان الإسرائيلي الغاصب والمحتل لأراضي فلسطين والمحتل لأراضي الجولان، والذي يتوغل يوميا ويعتدي على سيادة الجمهورية العربية السورية. وهناك من يتواصل معه من أمثال حكمة الهجري ويشكره على هذه العدوان وعلى هذه الاعتداءات، ثم ما يلبث أن ظهر حكمة الهجري
في مؤتمر ادعوا أنه لمكونات شمال وشرق سوريا. ما الذي أتى بحكمة الهجري إلى المؤتمر؟ حتى ولو كان ألقى هذه الكلمة عبر وسائل التواصل، ولكن أنتم قلتم أنه لشمال وشرق سوريا وتقصدون به الجزيرة العربية السورية المحتلة من قبلكم، فلماذا أتيتم بحكمة الهجري والذي عين قبل أيام يومين أو ثلاثة من انعقاد المؤتمر أحد الذين ساهموا بقتل الأكراد في 2004 وهو شكيب نصر، عينه قائدا للأمن الداخلي؟ أليس هذا استهتار بدماء التي تدعون أنكم تدافعون عنها وأنكم تمجدونها؟ أيضا استضافتكم لغزال وهو أحد فلول النظام، أيضا لماذا تستقبلون هذا أحد الفلول في هذا المؤتمر وأنتم تدعون بأنكم كنتم مظلومين وأنكم مسحوقين من قبل نظام الأسد الأب والابن؟ يعني هم يفعلون الشيء ونقيضه تماما، وهذا ما أدى إلى عزوف أبناء العرب حقيقة عن مقاطعة هذا المؤتمر وأدى إلى فشله الذريع. ولو هذا النجاح المؤتمر كان يتعلق بحضور عربي كبير على مستوى المثقفين والكفاءات أو الخبرات، أيضا على مستوى الأكاديميين والذين تعج بهم محافظة الحسكة والرقة ودير الزور، أيضا على مستوى الوجهاء والشيوخ. تمت مقاطعة هذا المؤتمر، ومن حضر هذا المؤتمر من العرب وتقريبا هم مما يعادلون 20 شخص، هؤلاء لا تعترف بهم عائلاتهم أصلا، وهم لا يمثلون إلا أنفسهم الدنيئة والخسيسة، والتي أتت من أجل الحصول على $100 ومن أجل الحصول على مكاسب ومنافع شخصية لا تضر قضية الBYD قبل أن تضر بالجانب العربي، مثل الالتجاء إلى هؤلاء الأشخاص. يعني أن يحضر هذا المؤتمر ويرتدي عباءة شيخ وهو مستخدم في إحدى البلديات، أن يحضر هذا المؤتمر أشخاص هم عناصر مرتزقة عسكرية لدى تنظيم الBYD الإرهابي ويتقدمون على أنهم من شيوخ العشائر. هذا الفشل الذريع الحقيقة، وبعد أن فضح أمرهم في المؤتمر ولم يحضر سوى أقل من النصف العدد الذي كانوا يتمنون حضوره كجانب عددي وليس كجانب تمثيلي حقيقي، بدأوا بزج الناس من الشوارع المحيطة حيث نشروا عناصر أمنية كثيرة من أجل الحفاظ على أمن المؤتمر، ثم بدأوا يسحبون هؤلاء العناصر ويلبسونهم لباس مدني أو لباس عشائري ويزجونهم بهم في أروقة القاعة من أجل تغطية الكراسي القاعة التي كانت فارغة تماما، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يملؤوا نصف هذه الكراسي. فشل ذريع وانعكس عليهم سلبا، وثم جاءت الضربة القاضية بإلغاء اجتماع باريس، فبدأوا يتوسلون لاجتماع الحكومة السورية. الحكومة السورية قالت لهم باب الحوار مفتوح والطريق إلى دمشق سالكة لمن أراد أن يكون مخلصا لوطنه ولشعبه الشعب العربي السوري. أما من أراد أن يستقوي بالأجنبي وأراد أن يستقوي بقوى الاحتلال فلا مكان له في سوريا، ولن نجتمع خارج سوريا مع أي فصيل آخر مهما كانت الظروف. لذلك هم قدموا إلى سوريا. لغاية الآن الاجتماع حسب ما وصلني أنه لم يعقد بسبب انشغال وزير الخارجية بلقاء عمان الثلاثي. أيضا حاول الأمريكان جلب ممثلين عن الهجري أو الهجري نفسه إلى لقاء عمان، أيضا كان الرد السوري حاسما في هذا الجانب، ورفضوا أن يكون أي عناصر من العصابات متمردة وخارجة عن القانون أو متهمة بالتعامل مع العدو بأن تكون على طاولة المفاوضات مع الحكومة السورية، وأن لا يجب تدوير القضية. أي مشكلة في سوريا يجب أن لا تدول، وأنه الحل الوحيد هو في دمشق. لذلك تم تخلي عن فكرة حضور حكمة الهجري أيضا في لقاء عمان، وحتى ولو كان عبر منصات التواصل. طيب سيد فواز، نتحدث عن باريس. يعني الحكومة السورية تعلن بأنها لن تشارك في التفاوض في باريس مع تنظيم قسد، واليوم نستمع لهذه الأخبار التي تشير إلى أن تنظيم قسد حاضرا في دمشق من أجل استكمال المباحثات والمفاوضات. كيف رأيت هذا القرار بعدم التفاوض خارج حدود الدولة السورية مع هذه التنظيمات؟
قرار صائب جدا. نحن منذ أن أعلن أن هناك سيكون اجتماع مع تنظيم البوادير الإرهابي ممثلا بمظلوم عبدي في باريس، الحقيقة نحن كنا نرفض هذه الفكرة، واستغربنا أنه كيف يتم منح هؤلاء فرصة بأن تكون يدولوا قضيتهم. وهذا الأمر كمان لأنه لا توجد قضايا في سوريا، الحقيقة توجد هناك مطالب حقوقية بسيطة ومطالب ثقافية بسيطة للأخوة الأكراد في سوريا، لأن الدولة السورية قالت وحتى من خلال الإعلان الدستوري أنه كل السوريين سيتمتعون بحق مواطنة مشترك وكامل بين السوريين، وليس أن يكون هناك فرق بين سوري وآخر سواء كان عربي كردي تركماني أو مسلم أو مسيحي. لكن هم أرادوا أن يطلبوا مطالب خاصة من أجل التمترس في الجزيرة السورية وحماية المجرمين الذين يؤونهم في سوريا، سواء من إرهابيي قنديل الذين يقودون تنظيم البوادير الإرهابي الذي يقود تنظيم ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية قسد، هذا التنظيم الواهي والذي لا شأن له، والكلام الحقيقي هو للأكراد القادمين من قنديل هم الذين يقودون قوات قسد ويقودون تنظيم البوادير الإرهابي الذي يقود قسد بشكل أساسي. وحتى العنصر الكردي السوري ليس له وزن ولا قيمة في هذه في تنظيم قسد أو في تنظيم البوادير الإرهابي. فالآن بدأوا يزجون ببعض الشخصيات التي تدعي أنها سورية وهي لا تملك إلا أجندات خارج الوطن السوري، وتملك أجندات تعمل وتتعامل مع دول خارج معادية لسوريا مثل إيران أيضا. الآن يذهبون إلى دمشق للحوار مع الدولة السورية، لأنه لم يعد هناك باب سوى باب دمشق، ولم يعد هناك حوار إلا مع المسؤولين السوريين في دمشق حصرا. لن تقبل الدولة السورية بأي وسيط بعد اليوم، عليهم أن يعودوا إلى دمشق، والطلبات السورية ستكون واضحة فقط هي تنفيذ اتفاق 10 آذار بشكل كامل ودون تجزئة أو محاولة الالتفاف عليه أو أنه أي مطالب تتعلق بتعديل الدستور. الدولة السورية ستكون اسمها الجمهورية العربية السورية، هذا ما قالته الحكومة السورية. الدستور سيحمي جميع السوريين كمواطنين سوريين، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. أما من أراد أن يطلب مطالب غير دستورية وغير محقة فعليه أن يذهب إلى وطن آخر يطالب بها هناك، لأنه في سوريا لا مكان للخونة والعملاء والمتمردين على القانون من يحوي فلول النظام. وبمئات يعني ربما حوالي الآن وصلتنا الأعداد بأنه يوجد في تنظيم البوادير الإرهابي 600 وحوالي 50 ضابط من ضباط النظام ما بين نخبة كبيرة وصغيرة. أيضا يوجد عدة آلاف من الضباط من عساكر وفلول النظام المخلوع أيضا موجودين تحت عباءة تنظيم البوادير الإرهابي، ونعرف أماكنهم جيدا ونعرف أين يتواجدون وأين يتدربون وأين ينامون أيضا، عندنا معلومات كافية عنهم. وحمايتهم أيضا لهؤلاء المتمردين اتجارهم بالمخدرات، ومن أجل حماية تجار المخدرات ومن أجل حماية الاتجار بالمخدرات وحماية المتعاطين عليها خفضوا عقوبة المتعاطي بإبلاغ المحاكم شفهيا بأنه الذي يتاجر المخدرات عقوبته 3 أشهر، وأما المتعاطي فعقوبته 20 يوم حبس وبعدها يخرج إلى ويمارس حياته في التعاطي مرة أخرى. هذه كل الأمور هم يريدون حماية هذه الأموال المكتسبات يدور عليهم أموال طائلة، وأيضا متابعة سرقة موارد الشعب السوري من نفط وحبوب وتجارة عبر المعابر التي ينتفعون منها ويكتبون منها ملايين الدولارات. لذلك يريدون أن يحافظون على هذه الميزات، وأيضا يبعدون كل الشخصيات التي متهمة بالإرهاب ومتهمة بارتكاب جرائم حرب، يبعدونها عن المحاسبة والحفاظ عليها عبر طرحهم بأنهم يريدون أن تكون هناك كتلة عسكرية لهم مستقلة في الجزيرة تتبع وهميا لوزارة الدفاع، وأيضا أن تكون قوات الأشايس التي تتاجر بالمخدرات والتي مهمتها فقط حماية تجار المخدرات وحماية اللصوص والحرامية، والتي يكون مهمتها ليلا هذه قوات الأشايس هي نصب حواجز
وعلى الطرقات من أجل تشليح الناس بين القرى وعلى أطراف المدن، وخصوصا في الليل. كل هذا يريدون حماية هؤلاء المجرمين، ومن ثم يقولون أنهم سيكونون قوات أمن ستحمي المنطقة، تتبع أيضا وهميا لوزارة الداخلية. الحكومة السورية تعي ذلك جيدا، وتعرف أن هذا الأمر غير ممكن، وأنه كل هذه الطلبات مرفوضة. عليهم فقط تنفيذ اتفاق 10 آذار، الاندماج الكامل بمؤسسات الدولة السورية، ومن كان صالحا للخدمة العسكرية أن يتقدم بطلب إفرادي إلى وزارة الدفاع من أجل أن يكون عنصرا في الجيش العربي السوري، وبعد أن يخضع لدورات تدريب ودورات إعادة تأهيل سيتم دمجه وفرزه إلى إحدى الفرق التي تتبع الجيش العربي السوري. أيضا من أراد أن يعود ويكون أحد عناصر وزارة الداخلية في الأمن العام، أيضا سيخضع لدورة وإعادة تأهيل من أجل أن يكون عنصر في وزارة الداخلية وفي قوات الأمن العام، وربما يكون خدمته ستكون في اللاذقية، في حلب، في إدلب، في حمص. هذا الأمر تحدده وزارة الداخلية والقائمين على توزيع العناصر الأمنية في المحافظات السورية أو في المخافر في المدن والبلدات والقرى في كافة أنحاء سوريا، وبعكس طلباتهم تماما. هم يرفضون كل هذه ويتعنتون، وذهابهم إلى دمشق لاستمهال الوقت، وهم الآن موجودون في دمشق، وأعمال حفر الأنفاق مستمرة، أعمال الخنادق والتخندق والحواجز على أطراف نهر الفرات مستمرة، حفر الأنفاق تحت المدن أيضا مستمر كما قلت لك، بحيث أصبحت كأنها على طريقة الخلد، حيوان الخلد. لم يكن هناك الثقوب، لا تعرف من أين سيخرج إليك هذا الحيوان بسبب تعدد الثقوب داخل المدن، ثقوب هذه الأنفاق وتحت المدن. من أراد أن يكون يقدم حسن نية، عليه أولا أن يتوقف عن هذه الأنفاق ويبدأ بإعادة ردمها، ومن أجل أن لا تهبط هذه المدن في يوم ما على رؤوس ساكنها. أيضا عليه أن يزيل كافة هذه الخنادق التي يحفرها ويتمترس بها على ضفة الفرات في بادية الجزيرة العربية المحتلة. أيضا عليه أن يقوم بتسليم السلاح إلى الدولة السورية بكامله، وأن يكون عنصرا فاعلا في الجيش العربي السوري أو في قوات الأمن السوري، وأن يسمح للدولة السورية بإدارة كل المؤسسات البلدية والخدمية الإدارية، وكذلك المصارف، وأن تفعيل المؤسسة القضائية، وأيضا تفعيل المؤسسة الشرطية في الجزيرة العربية السورية من أجل الحفاظ على الأمن، وأن تكون هي حامية لكل أبناء سوريا في المنطقة. هم يحاولون عدم الوصول الدولة السورية تلك المناطق من أجل حماية الإرهابيين والمتمردين والخارجين عن القانون وفلول النظام السابق وتجار المخدرات وناشري الفتن والذين يقومون بتشريح المواطنين أموالهم. أيضا هم يفرضون ضرائب كبيرة ويحاولون الحفاظ على هذه المكتسبات. فضلا الآن أصبحوا يفرضون على الأطباء $3000 سنويا ضريبة دخل، وهذا يؤدي إلى أنه كثير من الأطباء إما أنهم سيهاجرون إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة السورية، أو أنهم سيرفعون من الجوع المعاينات للمرضى، وبذلك ستكون هناك معاناة كبيرة للمواطنين تضاف إلى معاناة العطش ومعاناة الجوع ومعاناة سلب الحريات إن شاء الله نأمل خيرا. وهم يمنعون كل ما يتعلق بالحريات، يمنعون حتى قول كلمة الحق. إن شاء الله نأمل خيرا في قادم الأيام. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيد فواز المفلح، مدير المنبر الإعلامي والسياسي الحسكة، على كل تلك الإيضاحات والإفادات. مشاهدينا الكرام، وصلت وإياكم لختام حلقة اليوم. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.